مهما طال دقائق بل ثواني بأحداث النهاية تهن دنيا الأماني. ففي دار البقاء نعيمها وشقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي. إلهي أنت حسبي يا رب العالمين، فثبتني إلهي على نور اليقين، وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها من باب الترف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، لأننا نعيش واقعا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات. وظن الكثيرون أن الحياة تنتهي بالموت، ونسي هؤلاء أنهم سيبعثون بعد الموت، ليقف الجميع بين يدي الله جل وعلا في ساحة الحساب للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير، مصداقا لقول الملك القدير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا زلنا مع البشرية كلها في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب، وقد شرف الله زمرة من أمة الحبيب المصطفى وأكرمها، فأذن لها بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم تعرفنا في الحلقة الماضية أيضا على قواعد العدل والفضل، على قواعد العدل والفضل التي يحاسب الله جل وعلا بها الخلق يوم القيامة. وطرحت هذا السؤال في آخر الحلقة: يا ترى من هي أول أمة من بين 70 أمة تقف في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب؟ يا ترى من هي أول أمة ينادى عليها للحساب؟
ليخفف الله جل وعلا عنها هول الموقف. والجواب إنها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم والله تتجلى رحمة الله بالأمة حين يقدم الله الأمة للحساب. فموقف الأمم في أرض المحشر وفي ساحة الحساب موقف عظيم. الشمس فوق الرؤوس، الناس غرقى في عرقهم على قدر أعمالهم، جهنم تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وتعالى. الأنبياء كل نبي يقول نفسي نفسي. الموقف عصيب، الموقف رهيب، لا يستطيع بليغ مهما آتاه الله من فصاحة اللسان وجمال الأسلوب والتبيان وحلاوة الكلام أن يجسد هول هذه اللحظات بين يدي رب الأرض والسماوات. نعم في ظل هذا الموقف ينادى على أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يا سلام على الشرف. نحن الآخرون، آخر أمة هي أمة المصطفى، وهي أول أمة يوم القيامة تقدم للحساب، بل وهي أول أمة تدخل الجنة بأمر الملك الوهاب. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي لفظ في الصحيح: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. هكذا بنفس النص: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فنحن الآخرون الأولون. وفي رواية أخرى قال ابن عباس: فتفرج لنا الأمم عن طريقنا، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غرا محجلين من آثار الوضوء. فتقول الأمم في ساحة الحساب في أرض المحشر وهي تنظر لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتقول الأمم: كادت هذه الأمة كلها أن تكون أنبياء. الله أكبر. هذه الأمة التي وحدت رب الأرض والسماء. معلش أنا متعصب للأمة، بقولها بكل ثقة، أنا متعصب غاية التعصب لأمة الحبيب محمد. أشرف أمة كانت ولا زالت وستظل أشرف أمة وأطهر أمة وأكرم أمة على الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. مع ما تمر به الأمة الآن أيها الشيخ من مراحل ضعف وهوان، مع ما تمر به الأمة الآن من مرحلة من مراحل الضعف، فالأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مكن الله للأمة ومرت بكثير من مراحل العز والعزة والتمكين. وأنا أقول بكل ثقة كما بينت لحضراتكم بالدليل في هذه السلسلة الميمونة المباركة، أنا أقول بكل ثقة إن المرحلة القادمة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن أشد ساعات الليل سوادة هي الساعة التي يليها ضوء الفجر الصادق. والفجر الصادق لدين الله قادم بإذن الله بموعوده جل جلاله وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أمة النبي هي خير أمة وهي أكرم أمة. يا أخي كل أمة على وجه الأرض تعتز بنفسها وتفخر بتاريخها، بل وتتغنى برجالها
بل وتتغنى بتاريخها، وربما يكون تاريخها من السواد والظلم بمكان. وإن أحق الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا أردت حبيبي في الله أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة، انظر الآن إلى الأرض بلا استثناء. انظر إلى الأرض في الشرق أو في الغرب أو في أي بقعة على وجه الأرض، والله لن تجد أمة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل. لن ترى أمة توحد الله على وجه الأرض إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله جل جلاله يقول لا يستوون. يا أخي سيبك من الكلام الفاضي، الحضارة المادية دي بدون دين وبدون أخلاق كلام فاضي ملوش قيمة، والله ما له قيمة. أنا لا أقلل من شأن العلم، لست درويشا أهرف بما لا أعرف أبدا، لا أقلل من قدر العلم، لا، أمتنا هي أمة العلم. أول آية نزلت على قلب المصطفى تدعو إلى العلم، اقرأ. لكنني أقول الحضارة لها ركنان، ركن مادي وركن إيماني أخلاقي. أي حضارة بدون هذا الركن الأصيل لا قيمة لها ولا كرامة لها. ما قيمة هذه الأسلحة التي تدمر البشرية الآن تدميرا؟ ما قيمة هذا التطور في هذا الجانب الذي يفني البشر بين عشية وضحاها؟ ما قيمة حضارة بلا روح، بلا ضمير، بلا إيمان، بلا توحيد، بلا أخلاق، بلا معرفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من النبيين والمرسلين؟ ما قيمة هذه الحضارة؟ الحضارة الحقيقية في أخلاقها، في اعترافها بربها وإيمانها بربها، في اعترافها برسل الله وأنبياء الله، فيما تقدمه للبشر من سلم وسلام وأمن وأمان وأخلاق وقيم، لا فيما تقدمه من سفك للدماء وتمزيق للأشلاء وهدم للبيوت وإبادة للمزارع والمصانع والمدارس. لا، أمة الحبيب هي أشرف أمة. قل الشيخ متعصب للأمة، أنا أعتز بهذا التعصب وأعلنه بكل ثقة. أمة الحبيب أشرف أمة وأكرم أمة، وستظل أشرف أمة وستظل أكرم أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، بل تتجلى كرامتها بين يدي الله حين يدعو الله أمة المصطفى لتشهد على كل الأمم. أخي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أمة المصطفى تشهد على كل الأمم. أيوة تشهد على كل الأمم. معلش سامحونا أنا منفعل شوية، لأن الأمة الآن مهزومة. ليه مهزومة؟ لما الهزيمة النفسية وأنتم أشرف البرية وخير البرية؟ لأنكم توحدون الله وتتبعون سيد البشرية. ارفع رأسك يا أخي، يا من وحدت الله وآمنت بسيدي رسول الله، ارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، وقم بكل ثقة وضم العالم كله إلى صدرك، وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيوة، من مثلك أيها الموحد؟ من مثلك أيتها الموحدة؟ ارفع رأسك أخي واعتز بإيمانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك، ثم هيا ترجم هذا الاعتزاز وهذا الشرف بشهادة عملية على أرض الواقع، بعيدا عن التنظير السالب
لا 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 أبدا، بعيدا عن التنظير السالب. اشهد لهذا الانتساب بأخلاقك، بسلوكك، بإبداعك، بعطائك، بإنتاجك، بعملك في كل ميادين الحياة. فليقل عملك، فليقل صدقك، فليقل وفاؤك، فليقل إخلاصك، فليقل إنتاجك أنا مسلم، من غير ما تتكلم أنت، دون أن تتكلم. فليشهد خلقك لك بأنك من المنتسبين إلى من بعثه الله جل وعلا ليتمم مكارم الأخلاق. أمة النبي يا سلام، اللهم ارفع عنها كل وباء وكل بلاء، اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفى، وارفع عنها كل كرب وهم وغم في هذه الأيام والليالي المباركة يا أرحم الراحمين. تتجلى كرامة الأمة حبيبي في الله حين تدعى رب العزة يدعو أمة المصطفى لتشهد على كل الأمم. ازاي الكلام ده يا عم الشيخ؟ واحنا رأينا أمة من الأمم؟ هذه كرامة الأمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف نشهد إذن للأمم وعلى الأمم ونحن لم نشهد الأمم؟ يكفي أنك صدقت ما أخبرك به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا لا، أنا أقسم بالله المؤمن الصادق والله العظيم يصدق اللي النبي بيقوله له أكثر من اللي يشوفه هو بعينه. يعني أنا أرى بعيني، أنا شايف بعيني شيئا الآن أراه بعيني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي لا مش زي ما أنت شايف، خلاص أكذب عيني وأصدق حبيبي، أكذب عيني، أنا سامع بأذني والرسول يقول لي لا ليس كما سمعت، أكذب سمعي وأذني وأصدق حبيبي. نعم، ليه؟ أنا بصري وبصرك قد يزيغ وقد يطغى، وأظن هذا واقع لنا جميعا. يعني قد ترى شيئا فإن اقتربت منه لا تراه على الصورة التي رأيته علي سابقا، فبصري قد يزيغ وقد يطغى. أما بصر الحبيب فقد قال فيه ربنا جل جلاله ما زاغ البصر وما طغى. فأنا أصدق المصطفى فيما يبلغني أكثر من تصديقي لما تراه عيني ولما تسمعه أذني. هو ده العبد المحب المتبع، هذا هو المؤمن بالله وبالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدعى نوح يوم القيامة. يا الله، وأنا ذكرت الحديث آنفا مرتين في هذه السلسلة الكريمة. يدعى نوح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق في ساحة الحساب. يقول الله جل وعلا يا نوح، فيقول نوح لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الملك هل بلغت قومك؟ وهو أعلم جل جلاله. فيقول نعم يا رب، ده 950 سنة دعوة، مش ممكن 950 سنة في الليل وفي النهار وفي السر وفي الإعلان، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا ودعا به. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما في السبيل ما سلكوش 950 سنة، ومع ذلك قومه رب العزة يقول لهم هل بلغكم نوح؟ أبدا، ما والله ما شفناه ولا عرفناه ولا رأيناه، أعوذ بالله، كلا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الملك لنوح من يشهد لك يا نوح؟ يقول محمد وأمته. الله أكبر، الله أكبر. شايف الكرامة؟ شايف الكرامة؟ أنا لو طول قلب كل مسلم وقلب كل مسلمة عشان أملاه إلى النهاية بالثقة في الله جل وعلا، بالثقة في الله
ثم بالثقة في كرامة ومكانة هذه الأمة والله ما تقاعست وما تأخرت. يا أخي أسأل الله عز وجل أن يتولى ذلك، فالأمر بيده، الأمر بيده جل جلاله. شايف كرامة الأمة؟ مين يشهد لك يا نوح؟ محمد وأمته. هو فيه يعني من يشهد لنوح إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ طب والأمة؟ طب تشهد ليه انت ما شفتش نوح ولا عاصرت، لم ترى نوحا ولم تعاصر نوحا، كيف تشهد؟ في رواية في سنن ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأنا أشهد عليكم. رواية ابن ماجه يقال للأمة وما علمكم، انت بتشهد على أي أساس لنوح؟ وما علمكم؟ شوف الأمة بقى تقول إيه؟ تقول الأمة الميمونة جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. الله 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 الله. جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. قال الحبيب في رواية أبي سعيد فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، أيوة شو القرآن، لتكونوا شهداء على الناس. الله أكبر، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب اقرأ معي كده قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيه رواية جميلة أوي 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 في الصحيحين عشان تعرف كرامتك أنت أيها الحبيب يا من تجلس لتراني ولتسمعني الآن. أنت النبي قال فيك أنت قولا جميلا أوي، قولا في غاية الرقة. النبي قال فينا احنا ماذا قال؟ اسمع وخذ البشرى دي ولا تغفل عن الصلاة والسلام على من بشر صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة يوما، يعني خرج إلى البقيع، أتى المقبرة يوما وبعدين قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال الحبيب وددت أن قد رأينا إخواننا. تاني النبي بيقول وددت أن قد رأينا إخواننا. قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. يا الله، أبشر أبشر أيها الحبيب المحب، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، نحن إخوان الحبيب، يا له من شرف ويا لها من كرامة، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فالصحابة قالوا الله كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم جوابا عقليا بديعا، قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة. الغرة الشعر الأبيض الجميل اللي في جبين الفرس، والتحجيل الشعر الأبيض الجميل اللي في قدم في ساق الفرس من تحت، في رجل الفرس من تحت، الغرة والتحجيلة. فالنبي يقول لهم أرأيتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به وسط خيول سودة تماما كسواد الليل أيعرف خيله؟ قالوا أيوه طبعا يعرف خيله، لأن الغرة بينه والتحجيل بينه وكل الخيول سوداء مظلمة في السواد. قال أرأيتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أيعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وأنا أعرفهم يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. كتر من الوضوء، أكثر من الوضوء، توضى، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والحديث في صحيح مسلم
النبي قال كده: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بمجرد ما الوضوء ينتقض أو ينتقض وضوءك أسرع بقدر المستطاع وجدد الوضوء. خليك دايما على الوضوء، وانت خارج من الشغل، وانت راكب عربيتك، وانت في البيت، في أي مكان خليك محافظ على الوضوء. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء له نور، حتى اكتشفوا الآن بالأبحاث العلمية المجردة أن المتوضئ تحيطه هالة من النور الحسي الحقيقي. أبحاث علمية الآن، المتوضئ تحيطه هالة من النور الحسي الحقيقي المادي. فأكثر من الوضوء. وضوء له غرة نور كده في الجبين، وكذلك في الأعضاء، وفي الأعضاء الوضوء بالكامل. سبحان الله. فأمة النبي أمة مرحومة. أنا مش عاوز أطول، بس والله الحقيقة أنا بملك نفسي بالعافية بالقوة. ما بتيجي سيرة الأمة النبي إلا مش عاوز أسكت، لأن الأمة الآن مهزومة، وأنا أريد بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننتزع هذه الهزيمة النفسية من القلوب، وأن تكون الأمة على ثقة مطلقة وعلى يقين مطلق أنها أشرف أمة وأنها خير أمة. لكن نحتاج فقط أيها الأفاضل إلى أن يدفع هذا الأمل صدق العمل، لأن أمل بدون عمل ما ينفعش. أمل الكذابين. ليس الإيمان بالتمني، يقول حسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. مش عشان لبست الغطرة والتوب خلاص بقيت مؤمن، لا إطلاقا أبدا. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. أنا منافق والعياذ بالله، وهذا مرائي. طيب، دي كرامة الأمة. أول أمة ينادى عليها للحساب أمة الحبيب. جميل. طيب، من هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة؟ ده سؤال تاني خطير قوي. خلاص الأمة تقدمت، يا رب استرنا ولا تفضحنا. تقدمت الأمة للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وتعالى. يا الله، على مرأى ومسمع من جميع الأمم. الأمة تقدمت. يا ترى من أول من سينادى عليه من هذه الأمة للحساب؟ أكيد دول أهل الكبائر يا شيخ محمد. أهل الكبائر؟ لا، مش أهل الكبائر. لا. طب أهل الصغائر من الذنوب؟ لا. مين؟ من أول من ينادى عليه في هذه الأمة للحساب؟ يا الله، مش هتصدق لو قلت لك الشهداء والعلماء وقراء القرآن والمحسنون المنفقون الأسخياء. بتقول إيه؟ بتقول أول من سينادى عليه للحساب من أمة الحبيب المصطفى الشهداء والعلماء وأهل القرآن وأهل الإنفاق والإحسان. أيوة. لا، ده كلام خطير جدا ده. طب فيه دليل معاك على الكلام ده؟ أيوة، ما فيش كلمة إلا بدليل. إيه الدليل؟ ما رواه مسلم كمان في صحيح مسلم. الحديث في صحيح مسلم. أيوة، في صحيح مسلم في أعلى درجات الصحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت.
قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، بطل، شهم، شجاع، عشان الكاميرات تصور، وكالات الأنباء تنقل. قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. شهيد سقط في الميدان يلقى في النار. ليه؟ هنعرف. ما هو رب العزة يقول له كذبت، كذبت، ما قاتلت ابتغاء مرضات الله، ما قدمت دمك لله، لا، بل لزعامة، لصدارة، لقيادة، لريادة، لقومية، لعصبية منتنة. لم تكن شهادتك لله. والله يعلم السر وأخفى، والله يعلم السر وأخفى. ولو استطاع أحدنا أن يخدع الخلق كل الخلق فلن يستطيع أن يخدع الخالق جل جلاله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول له ماذا عملت؟ أعطيتك الصحة فعرفه الله بالنعم. يقول أيوة أنا مقر بالنعم. عملت إيه؟ يقول له قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، أنت كذاب. يا الله، شوف لما رب العزة يقول أنت كذاب، يقول كذبت، بل قاتلت ليقال هو جريء. أنت كنت عاوز دي، طب ما أنت خدتها، طب عاوز الأجر تاني ليه؟ قال بل قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثاني ورجل تعلم العلم وعلمه، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمت. قال كذبت، قال كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم، عالم يتجرى على وجهه في النار. يا رب سلم. عالم ملأ الدنيا ضجيجا وكلاما وعلما، بس مش لله. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا يا رب. اللهم لا تجعل في علمنا ولا في قولنا ولا في عملنا حظا لأنفسنا ولا لهوانا ولا للشيطان ولا للدنيا ولا للسمعة ولا للشهرة يا رب العالمين. فتنة، فتنة رهيبة جدا والله العظيم. عالم يتجرح على وجهه في النار. ليه؟ لم يخلص للعزيز الغفار. بتاع سمعة وبتاع شهرة، كان عاوز بس يتقال عليه عالم ويتقال عليه يعني ده راجل مفوه وراجل متكلم. يتجرى على وجهه جهنم والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن أتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن. قال كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ. قال عليه الصوت جميل، وكانت النية انك تشد الناس وراك للمسجد، ما كانتش النية انك بتقرأ لله عز وجل، ما كانتش النية بتعلم لله، ده انت بتعلم عشان السمعة وعشان الشهرة، وبتقرأ القرآن عشان السمعة والشهرة. وقد قيل. مش انت عاوز دي؟ ما اتقال كده، اتقال فلان ده يا سلام عليه عالم، وده اتقال عليه قارئ للقرآن صوته جميل، انت كنت عاوز دي. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله،
مسألة خطيرة جدا. ورجل أعطاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، بل أنفقت ليقال هو جواد، ليقال المحسن الكبير والمنفق والسخي والباذل، وقد قيل أنت كنت عاوز دي وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إيه الموضوع ده؟ دول أول الناس يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب جنبنا الرياء. دول المراؤون. الإيه؟ المراؤون. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني هؤلاء الذين ابتغوا بأعمالهم وجه الناس، السمعة عند الناس، والشهرة عند الناس، والمحمدة والمكانة عند الناس، ولم يبتغي هؤلاء بأعمالهم وجه الله جل جلاله، يبقى العمل ملوش قيمة. الرياء كما قال أهل اللغة الفيروز أبادي ومنظور في لسان العرب وغيرهما، قال راء مراءة ورياء أي أرى الناس خلاف ما يبطن. أنا أظهر الخشوع وقلب قاسي جدا، أظهر الصدق وأنا أكبر كذاب، أظهر الخوف وأنا غاية في الجرأة على الله جل وعلا. هو ده الرياء، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، أن يري الناس غير ما هو عليه. فإن كان الرياء بأصل الدين، يعني إيه بأصل الدين؟ يعني يظهر الإسلام وهو معتقد للكفر، مبطن للكفر، هذا هو النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد، وصاحبه خارج من ملة الإسلام باتفاق الأمة. اللي يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر فهو كافر خارج من ملة الإسلام. هذا هو نفاق الاعتقاد، وهو النفاق الأكبر الذي قال الله فيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا الله، اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. يبقى ده النفاق بأصل الدين، الرياء بأصل الدين. أما نفاق العمل فله 5 أصول بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وهما في الصحيحين. أما الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق 3. آية يعني علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا منافق وقع في نفاق العمل. طب والرواية الثانية رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. سلم يا رب. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا منافق. إذا اجتمعت فيه الصفات منافق خالص. إذا اجتمعت فيه خصلة ففي خصلة، إذا وجدت فيه خصلة في خصلة من خصال النفاق. يبقى الرياء حفظني الله وإياكم منه محبط للأعمال. الشرك الخفي رب العزة تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة حبيبه المصطفى. ممكن تكون متبع والعمل على السنة
لكنك ما ابتغيت به وجه الله مردود. ممكن تخلص النية لكن العمل على غير سنة رسول الله مردود. لابد من الإخلاص والاتباع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص الذي كان على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو ده العمل الصالح الخالص لله. قد يكون العمل صغيرا عند الناس وهو عند الله كبير لأن صاحبه ابتغى به وجه الملك القدير، وقد يكون العمل عظيما عند الناس وهو عند الله حقير لأن صاحبه ما ابتغى به وجه الملك القدير. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الله لا يقبل إلا ما ابتغيت به وجهه وحده تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. موضوع خطير. طيب معلش أنا عارف أن الموضوع صعب وكثير من إخواني الآن بيتألم وكثير من أخواتي يتألم. الموضوع صعب يا عم الشيخ كده، وده المسألة ده احنا الواحد يخاف بقى من أي عمل. لا، خذ البشرة دي، خذ هذه البشرة من رسول الله لأرفع بها كثيرا من الحرج. ممكن واحد فينا من إخواننا وأحبابنا وأخت من أخواتنا الفضليات وأم من أمهاتنا الطاهرات تعمل عملا من أعمال الخير، تتصدق، تعطي درسا للأخوات، تنفق على يتيمة، أي عمل. أخ من إخواننا يبني مسجدا لله، يتحرك للدعوة، يقرأ القرآن، لكنه يبتغي به وجه الله. طب أعرف إزاي؟ ما أنا خايف. هقول لحضرتك: تذللك وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك. الله، لا تاني والله دي. تذللك وتضرعك إلى الله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك. ليه؟ قال الحسن: ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن. أبشر، ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن. شو انت عمال وجل وقلقان ويا رب سلم، يا رب استرنا وخايف؟ إن شاء الله دليل إخلاصك. طب خد البشرة. ممكن حضرتك تعمل عملا من أعمال الخير وبعدين تسمع بقى بأذنك، تسمع ثناء الناس عليك وعلى عملك، بل وترى مكانة لك في قلوب المسلمين، في قلوب المؤمنين، فتقوم تفرح تقول: الله أنا خايف من الفرح اللي جوايا اللي بسمعه بفرح بيه، أنا خايف يكون ده رياء. لا، ما تخافش، ما تخافش. عندك بشرة، أيوة، من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، أيوة، من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله عز وجل فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني على ألسنة الناس، فيفرح، يعني أذلك من الرياء؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. الله أكبر، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى لك أيها المؤمن، هذه بشرى لك أيتها المؤمنة، ما دمت تتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص وأن يجعل عملك وقولك وفعلك لوجهه تبارك وتعالى. هذه بشرى لك. أما تسمع الثناء الحسن على ألسنة أحبابك وأخواتك من المسلمين والمسلمات، أصل الخلق دول أهل التوحيد دول يعني ألسنة الحق، ألسنة الحق. مش ممكن أبدا لا تجتمع الأمة على ضلالة. وهقول لحضرتك وخلي بالك، يا الله،
دي رواية جميلة قوي والله، ربنا ذكرني بها الآن. روى الإمام البزار بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك رواية ممكن تكون بتسمعها الأول مرة، وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. شوف سيدنا النبي يقول ايه: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، صيت سمعة، يا الله، ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنة وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. أبشر إن سمعت البشرة ثناء الناس، وربنا جعل لك مكانة في قلوب المؤمنين الصادقين، ما هم دول في قلوب الصادقين، وإلا المنافقون مستحيل، محال أن يحب المنافق مؤمنة، مش ممكن. لن يبغض رجلا من أهل العلم ورجلا من أهل الفضل ورجلا من أهل السنة إلا منافق. النبي قال كده: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الإمام الخطابي: يحن المؤمن إلى المؤمنين ويحن المنافق إلى المنافقين. مستحيل. شوف انت بتحب مين بقى، يلا فتش الآن من تحب. ده ترمومتر حقيقي ودقيق جدا عند كل مسلم ومسلمة. ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. فلما ربنا يلقي لك الثناء الحسن على ألسنة أحبابك وإخوانك من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، ويجعل لك مكانة في قلوب الخلق، فاعلم بأنها بشرى عجلها الله لك في الدنيا، لتكون موصولة إن شاء الله تعالى ببشراه لك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف لغة الستر والرحمة، ويقرره بذنوبه: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن: رب أعرف، فيقول الملك: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ويعطيه صحيفة حسناته. اللهم اجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. طيب يا عم الشيخ، تقدرش بسرعة كده ربنا يبارك لك توصف لنا دواء لهذا الداء؟ بسرعة، لأنه مسألة في منتهى الأهمية. دواء لهذا الداء، لداء الرياء. أول جرع الدواء، أول معلقة تاخدها، أن تتبرأ من حولك وطولك، وأن تنكسر بين يدي الله جل جلاله، وأن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. والله العظيم، والله ما جلست هنا ولا حفظت آية ولا حفظت حديثا ولا نطق لساني إلا بفضله وتوفيقه ومدده وعطائه. أنا ولا شيء. دي الأنف حطها تحت الجزمة، سامحني، دي لابد أن توضع تحت النعل، وتتبرأ من حولك وطولك ومددك وقوتك. أنا ولا شيء، ولا شيء، والله أقسم بالله لا شيء، ولا نملك من الأمر أي شيء. يبقى تتذلل كده وتكسر قلبك وتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء الأكبر. الأكبر، اتق الله يا شيخ محمد، الأكبر. أيوة، الجأ إلى الله أن يجنبك الرياء الأكبر، النفاق الأكبر. أنا ممكن أقع في النفاق الأكبر، أيوة يا سيدي، أيوة. لقد ذهب عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأواب إلى حذيفة بن اليمان، إلى أمين السر النبوي. النبي أطلع حذيفة على أسماء المنافقين، فعمر رايح لحذيفة بيقول له: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ لا، وأعظم من عمر خليل الله إبراهيم. بتقول مين؟ الخليل، قدوة النبي، أسوة نبينا. إبراهيم خاف من الشرك الأكبر. والله ما تقرأ مع القرآن، شوف رب العزة بيقول إيه حكاية عن إبراهيم:
رب اجعل هذا البلد آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله، والله الآية دي أقسم بالله بتزلزل قلبي، والله بتزلزل القلب. إبراهيم الخليل قدوة المحققين وأسوة سيدنا سيد المرسلين، بيقول لرب العزة وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب نجيني واحفظني أنا وأولادي ما نعبدش الأصنام، ما نوقعش في الشرك الأكبر. أنا مش تخين يا أخي ولا كبير، ومعلش سامحني ولا حضرتك، والله ما في حد فينا تخين ولا كبير. فأنا عاوزك تنكسر بين يدي الله يا أخي. كل الطرق إلى الله مليئة. لو سلكت طريق التوحيد ما شاء الله ستجد الطريق مليئا بالموحدين، لو سلكت طريق الصلاة ستجد الطريق مليئا بالمصلين، لو سلكت طريق الزكاة والصيام، الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل. أما طريق الانكسار فقل من يسلكه، وهو أقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار. الله غني عنا، غني عن طاعتنا وعن عبادتنا. الله يريد منا الانكسارة والعبودية له جل جلاله. هو سيدنا النبي ما الذي كرمه، ما الذي شرفه؟ أنه العبد الذي حقق أعلى مقامات العبودية لربه جل جلاله. يا خبر، في مقام الإسراء عبد، وفي مقام الدعوة عبد، وفي مقام التحدي عبد، وربنا أثنى عليه بالصفة دي. سبحان الذي أسرى بعبده، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. عبودية. انكسر يا أخي، استسلم، ذل نفسك لله، والذل لله عز. الله، الذل لله عزة وكرامة. الوقت عمال يجري. الذل لله عزة وكرامة. كل ما تذل نفسك لله كل ما رب العزة يرفعك ويكرمك ويعلي قدرك ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة. والله يعلم الصادق من الكاذب. يبقى أول شيء، أول جرع الدواء للرياء، يا رب ارزقنا الإخلاص، يا رب جنبنا الرياء، يا رب طهرني من الرياء الأكبر والرياء الأصغر، نفاق الأكبر. تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، 2، أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة. المرائي في الآخرة ملوش حاجة، خلاص، وأنا ذكرت الحديث، ملوش أي حاجة، سواء كان عالما أو قارئا للقرآن أو شهيدا أو ملوش أي شيء. الله جل وعلا يقول كما في رواية محمود بن لبيد التي خرجتها آنفة، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم اليوم جزاء؟ اذهب بقى إلى من كنت ترائي. هقول لحضرتك عبارة عالية أوي، يا ريت حضرتك تحفظها. قلب من ترائي بيد من عصيت. يا خبر أبيض، دي كلمة شديدة أوي. تاني يا عم الشيخ بس عشان نستوعب المسألة دي. بقول لحضرتك قلب من ترائي بيد من عصيت. يا الله، أنت ترائي فلانا وعصيت بهذا الرياء ربك. قلب هذا الرجل الذي ترائيه بيد الملك. الله جل وعلا قادر على أن يحول قلبه بالبغض لك. لا، وخلي بال حضرتك، المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. قاعدة. لا، تاني بتقول ايه؟ بقول المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يعني ايه؟ يعني من أرضى الناس، خلي بالك والله ما حد هينفعك، أقسم بالله والله ما حد هينفعك. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فلا بد من أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء. والراجل المرائي مسكين، ربنا يجنبنا وياكم الرياء، مشتت، عايش في هم ونكد، لأنه عاوز يرائي بعمل فلانا، ويرائي بابتسامته فلانا، ويرائي بقوله فلان، مشتت ممزق، ما يقدرش يرضي كل الخلق. يا إخواننا، إرضاء الخلق غاية لن تدرك أبدا. أنت تعب نفسك ليه؟ ما تبتغي بعملك وقولك وجه الله، وسيب الخلق، دع الخلق للخالق تبارك وتعالى. مالكش دخل بالخلق، مالكش.
يا أخي سبحانه، أي خير لك في مدح الناس لك وأنت عند الله مذموم؟ وأي شر لك في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود؟ أي خير لك في ذم الناس أو في مدح الناس وأنت عند الله مذموم؟ وأي شر عليك في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود؟ ما تعلقش الخلق، مش الناس عمرها ما هترضى عنك. انت تعب نفسك ليه؟ والله العظيم ما هتقدر ترضي الناس، مستحيل. يا أخي لو رضي الناس كل الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس المصطفى. الناس ما رضتش عن رسول الله، لن يرضى كل الخلق عن رسول الله. منهم من سب المصطفى ومنهم من آذاه، ولا زال سبهم إلى هذا اليوم للمصطفى لا زال موجودا على الشاشات والفضائيات والمجلات والجرائد، وقالوا فيه كلاما يعف اللسان عن ذكره صلى الله عليه وسلم. يا أخي والله ولو رضي الخلق عن أحد لرضي الخلق عن الواحد الأحد. يا الناس لم ترضى عن رب العزة. والله ما تنسى الكلام ده عشان ما تتعبش نفسك وتعلق قلبك بالله وحده. بالله وحده. لم يرضى الخلق عن رب الخلق. لا، شتموا ربهم وكذبوا ربهم ونسبوا له الولد ونسبوا له الزوجة واتهموه بالبخل واتهموه بالفقر. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ ما تشغلش بالك يا راجل، ما تشغلش بالك ولا تتعب نفسك إطلاقا. علق قلبك بالله وحده، فالمراء مشتت. تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ثم الإخفاء. الإخفاء كل عمل شرع لك الدين وأن تخفيه افعل. لكن في أعمال ما تقدرش تخفيها في الشرع، زي الدعوة. ما أقدرش الآن أدعو أحبابي عبر هذه الفضية وأنا مخفي، يعني ما ينفعش تخفي الصلاة، ما ينفعش تخفي الحج، لكن ينفع تخفي قيامك بالليل، ينفع تخفي تذللك وتضرعك، ينفع تخفي الصدقة. أي عمل تستطيع أن تخفيه افعل. ليه؟ لتدرب قلبك على الإخلاص بعمل الإخفاء، حتى إذا ما عملت هذا العمل في العلانية وجدت قلبك بفضل الله مدربا على الإخلاص. يبقى ما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء، فيما دل الشرع على جواز إخفائه، وإلا فلا يجوز لك البتة أن تخفي صلاة الجماعة، أو أن تخفي الحج لبيت الله، أو أن تخفي الدعوة لإخوانك وأخواتك. فكل ما استطعت أن تخفيه افعل، لتدرب القلب بهذا العمل في الخفاء على الإخلاص وأنت في العلانية. طيب، هؤلاء هم أول من يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة. فيا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ وماذا يسأل بعد؟ وماذا إذا فرغ الحق تبارك وتعالى من القضاء بين العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا؟ ما الذي يحدث؟ يأذن لدواوين المظالم وآداء الحقوق أن تنصب، فعند الله تجتمع الخصوم، ولا بد من آداء الحقوق، ولن يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.